انتوا سامعين بالعمرة الهاي كلاس؟ لأول مرة بحياتي راح أسكن بأقرب فندق عن الكعبة، يعني آكل وأشرب وأسبح وأنام وأقعد بالمسجد الحرام. القصة بدت منا ركبنا الطيارة وانطونا مقاعد البزنس كلاس، وبعد ساعتين وصلنا المدينة المنورة وسكننا بفندق جايدن، واحد من أفخم الفنادق القريبة على المسجد النبوي. راح نبقى بهذا الفندق الحديث لمدة 3 أيام، وكل يوم عندنا وجبتين فاخرة، ريوق وغداء. وبهاي ال3 أيام كل يوم نصلي الفرائض والمستحبات داخل المسجد النبوي، ونزور بيت النبي، ونزور المساجد اللي صلى بيها، ونزور قبر النبي وقبور المؤمنين، وبعد صلاة العصر ندخل مقبرة البقيع نزور الأئمة وزوجات النبي. وثاني يوم شركة أجنحة الصافات ياخذونا جولات دينية إلى مسجد الشهداء ومقبرة شهداء أحد اللي مدفون بها 70 صحابي، ومن ضمنهم الحمزة عم النبي، ونشوف جبل أحد ونصعد على جبل الرماة، ونزور جامع قباء أول مسجد بني في الإسلام. اليوم الثالث نزور مقبرة المعلات اللي مدفونة بها خديجة زوجة النبي وأم فاطمة الزهراء، ونرجع نتغدى غداء فاخر، بعدها نتوجه إلى ميقات أبيار علي حتى نحرم، نغتسل ونلبس الإحرام، وبفضل الله نعقد نية العمرة ونردد التلبيات، ونركب باصات حديثة نتوجه بها إلى مكة المكرمة. شوفوا هذا المسجد الحرام وهذا الفندق اللي راح نسكن به 7 أيام. أول ما دخلنا استقبلونا بمي زمزم، راح نقعد بصالة الاستقبال ننتظر يسلمونا الغرف. وهسه تعالوا أشوفكم غرفتي. هاي الصالة واسعة وحديثة، وغرفة النوم بها سرير كبير ومريح، وهذا الميني بار بكل الأشياء اللي يحتاجها المعتمر. باختصار فندق صفوة الغفران واحد من أفخم الفنادق الموجودة بمكة المكرمة. وهذا الحمام شوفوه قد حديث ومرتب ومجهز بكافة الخدمات، وأي شيء تحتاج يجيبولك. أول ما نطلع من الفندق نلقى نفسنا مول بأنواع المحلات وأسعارهم مناسبة، ننزل الدرج الثاني ونمشي خطوتين نوصل للكعبة، ولمدة 7 أيام نصلي الفرائض والمستحبات أمام الكعبة. وإذا تقول الدنيا حارة ابقى بداخل الفندق، لين بيه مصلى مطل على الحرم. هذا المصلى مكيف وبارد، والصلاة بيه تعادل نفس الصلاة داخل الحرم. ولمدة 7 أيام في مكة المكرمة عندنا وجبتين فاخرة، ريوق وغداء أوبن بوفيه بأنواع الأكلات اللي نحبها، من مقبلات وأكلات شرقية وغربية ومأكولات بحرية صنعت بأيادي شفات عالمية، وفروا لك أكلات ما تخطر على البال. وإذا هذا الأكل كله ما عجبك موجود شيف يطبخ لك الأكلة اللي تريدها. وهذا هو برنامج الهاي كلاس اللي كلفني 14 ورقة بس، حجزته من شركة أجنحة الصافات. تريدون تحجزون مثله بالضبط؟ واصلوا وياهم.